في اختراع بنستعمله كل يوم، بس اللي اخترعه لا سجل بيه براءة اختراع ولا استفاد بيه بجنيه واحد. في الستينات كان في مهندس امريكي اسمه دوجلاس انجلبورت شغال على مشروع جهاز كمبيوتر عملاق تابع لوزاره الدفاع الامريكيه، وكان بيفكر ازاي يخلي الجهاز ده سهل التحكم، لان في الوقت ده كان التحكم في الكمبيوتر صعب جدا، وكل حاجه بتتعمل عليه عن طريق اوامر عامله زي كواد البرمجه. ففكر يعمل جهاز صغير بين زرارين وربطه في الكمبيوتر بسلك وسماه اكس واي بوزيشن فور ديسبلاي سيستم. بس لما عرض الفكره كل الناس ضحكت عليه ومفيش اي جهه رضيت تموله. بس بعد 10 سنين كان في شركه لسه طالعه اسمها ابل، وكانوا شغالين على جهاز اسمه ماكنتوش، وكانوا بيفكروا بنفس الطريقه، عايزين يعملوا جهاز كمبيوتر يكون سهل الاستخدام. عشان كده اول حاجه فكروا فيها الجهاز اللي عمله انجلبورت، والجهاز ده اتسمى ماوس. وفي نفس الوقت كان في شاب اسمه بيل جيتس عامل شركه بتعمل اوبريتنج سيستم مختلف كتير قوي عن اللي موجود في وقتها اسمه ويندوز. ابل استخدموا الماوس والويندوز في جهاز الماكنتوش، وعشان كده الجهاز ده كسر الدنيا وعمل مبيعات عمرهم ما كانوا يحلموا بيها. استنونا الحلقة الجاية عشان نحكي لكم على اختراعات أغرب وأغرب وأغرب. سلام.